بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في حلقه جديده ان شاء الله. الاهلي بطل افريقيا، ولازم كلنا نفعل هاشتاج ان الاهلي بطل افريقيا الحقيقي، ولازم كلنا نقف جنب اللعيبه ونديهم دفعه معنويه كبيره ونعرفهم ان هم احسن فريق في افريقيا. ولازم كجمهور مصر كلنا، مش اهلي وزمالك، كلنا نقف جنب اللعيبه، ان البطوله دي بالذات هترفع من اسم مصر في افريقيا وفي العالم كله وفي الوطن العربي. وبالفعل الاهلي اقوى فريق في افريقيا وفي الوطن العربي كله، ودي حقيقه. وعاوزين بس نعرفكم حاجه حتى بالورق، القيمه التسويقيه لفريق الوداد والقيمه التسويقيه لفريق الاهلي. القيمه التسويقيه لفريق الوداد 19 مليون يورو، 19 مليون يورو. وهم اقوى لاعبين عندهم هم يحيى عطا الله الظهير الايسر ب 2.5 مليون يورو، ويحيى جبران بمليون و90 ألف يورو و900 ألف يورو، مليون و900 ألف يورو. نمسك فريق الأهلي بقى، القيمة التسويقية لفريق الأهلي 29.5 مليون يورو، أقوى من فريق الوداد بكتير. اللي يتصدر القيمة التسويقية دي هو أليو ديانج ب 3 مليون ونص يورو، محمد الشناوي ب 3 مليون يورو، قفشه ب 2 مليون يورو، محمد شريف ب 2 مليون يورو، بيرسي تاو ب 2 مليون يورو، علي معلول بمليون و500 ألف يورو، عمرو سولية بمليون و500 ألف يورو، محمد عبد المنعم بمليون و200 ألف يورو، حمدي فتحي بمليون و200 ألف يورو. فلما نمسك اللعيبه دي واللعيبه دي، لا الاهلي فريق تقيل، فريق تقيل وقوي، ولعبته تخض اي حد. فلازم ان شاء الله باذن الله الاهلي هو بطل افريقيا 2023. في اخر الحوار بس نحب بس ان بكره ان شاء الله باذن الله في ماتش مانشستر سيتي وانتر ميلان، وباذن الله انا يعني كمحب الجوارديولا لازم جوارديولا ياخد البطوله عشان يقفل اللعبه بالفعل.